السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم احلى اصحاب في الدنيا كلها، وحشتوني. النهارده هنعمل بقى كيكة قدرة قادر. المكونات بتاعتها الكريم كراميل هنعمله الاول. معايا بقى باكت كريم كراميل، ومعايا كوبايتين 2 لبن. باكت الكريم كراميل له كوبايتين 2 لبن، ومعايا باكت فانيليا. الكراميل طبعا الجاهز بيبقى الصوص بتاعه موجود فيه. لا، انا هعمل هاخد معلقتين 2 سكر واكرملهم في قلب الصينيه، ودي تبقى الطبقه الاولى. يبقى الطبقه الاولى عباره عن المعلقتين السكر اللي انا هعملهم كراميل، والطبقه الثانيه هتبقى الكريم كراميل. الطبقه الثالثه بتاعتنا وبكل بساطه والله، الطبقه الثالثه بتاعتنا الكيكه العاديه خالص بتاعتنا، وعليها معلقه كاكاو. معايا كوبايتين 2 دقيق، معايا كوبايه سكر، معايا نص حليب، معايا 4 بيضات، مكعب زبده صغير خالص، معايا الفانيليا، ومعايا البيكنج باودر، ومعايا معلقه كاكاو واحده هننخلها مع الدقيق مع مع البيكنج باودر. هنا البيض صغير، بيض كتاكيت. فالبيض الكبير بيضتين 2. اما البيض الصغير اللي لو عندكم بيض كتاكيت حطوا 4 بيضات زي ما انا حاطه. الطبقه الاولى بتاعتي المعلقتين السكر هاخدهم في قلب الصينيه واكرملهم. الطبقه الثانيه بتاعتي معايا كوبايتين 2 لبن، ومعايا الباكت كريم كراميل. خليكم معايا على البوتاجاز. الكريم كراميل الاول، معايا الباكت هنا الكريم كراميل، ومعايا هنا الكوبايتين اللبن هحطهم عليه. والفانيليا دي طبعا هحطها في الاخر خالص عشان تعمل الريحه. الفانيليا في اي حاجه لازم هقلبه بقى كده واخده معاكم على البوتاجاز عشان يبرد شويه. لما يبرد بقى نقوم حاطينه في قلب الصينيه بعد السكر المتكرمل. ده الكريم كراميل بتاعنا هون، هطفي عليه بقى واعمل السكر. ده لونه بقى كده بعد ما طفينا عليه. يلا بينا. ده السكر بقى حطيناه وكرملناه اهوت لحد ما ياخد اللون الاحمر كده. كده حلو قوي عشان ومعايا هنا البيضه احطه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بقى الفانيليا ونضربه بقى بالمضرب بتاعنا، وبقى ذره ملح صغيره. هنضرب بقى البيض مع السكر لحد هحط بقى كيس البيكنج باودر. بنتي هي اللي بتعمل كده. ونحط الزبده، مكعب الزبده، ونضرب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين بقى نحط الدقيق وبعدين الكاكاو. هنحط بقى اللبن بتاعنا، ونحط الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا بقى الكاكاو ونخلناه هو. نبدأ بقى اهم حاجة ان احنا ننخل الكاكاو عشان الكلكعة اللي فيه ده. نحط بقى الدقيق منخول اهو. هنبدأ بقى نقلب بقى كده مرحلة المضرب بقى خلاص انتهت كده. هنحط بقى الدقيق بتاعنا. دي الكيكة بتاعتنا بعد ما خلصت بقى. بنوتي طبعا اللي عملتها. ويبقى دي الطبقة أولى بتاعتنا، السكر المتكرمل جامد حديد اهون، وهنا الكريم كراميل اللي انا عملته، ودي الكيكه اللي بنوتي عملتها. هنحط بقى الثلاث طبقات مع بعض، وبعدين كاتل فيه ميه مغليه وصينيه. هحط بقى الكريم كراميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بركه يد الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هنحط بقى الكيكه. طبعا هتستغربوا، هي قدرة قادر بقى. معايا بقى صينيه، معايا الكاتل ملان ميه مغليه، والصينيه بتاعتي اكبر، مساحتها اكبر من دي. هحط فيها الميه المغليه تحت، واحط معلقه خل فيها، ونحط الصينيه في الفرن
ديت فديا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى الكيكه بتاعتنا، وهنا صينيه كبيره اهي، هحط ميه مغليه من الكتل لحد نص الصينيه بتاعتنا، وبعدين نحط الصينيه في الفرن على درجه حراره ايه 180. ودي بتاخد اكتر بقى من الكيكه العاديه، بتاخد ساعه. بعد ما تخرج بقى اوريها لكم. وده الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، هسيبها لحد ما تبرد وتقعد في التلاجة يجي 6 ساعات، وبعدين نبدا ايه نقلبها تاني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حلاوه والجمال. بصوا الكيكه وبصوا الكريم كراميل، قدرة قادر. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك، بحبكم في الله.